انا عايزه شاورما. خلال حضرتك عايزه 6. وفي عصير مانجا من بتاع زمان طبعا. عايزه 2. والشيبسي. ابو حيدر طبعا اسم مشهور قوي في عالم الشاورما، كايزر الصغننه المصري الحلوه دي. جيل التسعينات كله عارفه، هو مود تسعيناتي قوي. روكسي. بعد كده يوم الخميس بعد ما بندخل سينما وويك اند لازم نيجي ناكل من عند ابو حيدر شاورما الكايزر الحلوه اللي ريحتها تجنن دي، مع عصير المانجا المشهور بتاعه وباكيت شيبسي. الناس اكيد عارفه المود ده، والمود ده تسعيناتي قوي وحلو ولذيذ، وانا حبيت اجيبه لكم ونعيد الفايبس دي. نبدا ناكل بقى، انا الدنيا ساقعه شويه فيلا بينا. تعرف اصل الشاورما ايه اصلا؟ تركي. لا بص، في ناس تقول مصري، في ناس تقول تركي، في ناس تقول سوري، بس هي اصلها تركي. بياكلوها في العيش اللي هو البيديه ده طويل ده زي الفينو كده بحبه البركه، بس اطعم والذ واحلى شاورما الكايزر دي بتاعت المعموره، بتاعت ابو حيدر، معموره في الصيف وابو حيدر في الشتاء بقى والعيد والويك اند. الطماطم اللي بتخلي الدنيا مسكره وحلوه كده في الشاورما في العيش الزغنطط. الشاورما بتاعت ابو حيدر معروفه ان هي مسكره، والشاورما المصري اللي هي بتبقى في كايزر دايما كده فيها طعم الطماطم وحلوه وكده، فهو مزود عليها نعناع شويه، ففي طعم لذاذه مع الحلاوه فهي حلوه، بس النعناع زياده سيكه مش زي زمان قوي. انا مش عارفه ليه هو مزود النعناع، بس مش تمام، بس توتال حلوه. الجمدان كله بقى، الجمدان كله عصير المانجا. جايب ليمونه ولا ايه؟ مسكر شويه بس حلو قوي، يعني الطعم اللي احنا بنحبه ده جامد قوي. انا حاسه ان انا جايه اجيب يوم بعد يوم خميس في المدرسه دخلنا انا واصحابي السينما، وجينا بعد كده هنا ناكل الشاورما دي بقى ونشرب المانجا نتمشى شويه. كل الاجواء هنا بقى هدوم وحاجات الفايبس هنا حلوه، تسعيناتي. ده حتى كان في عمو هنا ماشي بيبيع سيديهات لعمرو دياب وتامر حسني، معاه كمان حاجه لحميد الشاعري، فانتوا متخيلين المود هنا لذيذ جدا. هنروح بقى المود هناك تاني مختلف تماما، اللي هم بقى مواليد 2000 هيتجوين الموضوع. احنا رايحين التجمع لكايزو. في كمان انا نسيت شيبسي ابو حيدر ده لا يعلى عليه. انا عايزه هدوم العيد عايزه هدوم العيد، وعايزه اكمل بقى بعد ما ناكل نكمل تمشيه هنا كده. بص المود حلو قوي، وحاسه اني عايزه اسمع حميد الشاعري قوي يا جماعه، ومصطفى قمر وهشام عباس وايهاب توفيق ومحمد محي. كوكتيل، انا عايزه اشتري كوكتيل وحكيم والناس دي، فاهمين؟ هتحبوا المود ده. جربوا خروجه العربيه دي بابو حيدر تحبوها قوي. متنسوش انه مش معاه بيبسي خالص، لازم تطلبوا عصير مانجا من ابو حيدر. نروح بقى لجيل الالفينات بعد شويه. ما ينفعش نمشي هنا خالص من غير ما نسمع حميد الشاعري. المود رائع. هو اي نعم التجمد الساقع، بس ما تخافوش مش هتسقعوا، في دفايات في كل حته. وانا قاعده دلوقتي تحت دفايه في البلادز عشان جايه الكايزو نجرب بقى المود الجديد والفايبس الجديده بتاعه التجمع. رحنا مصر الجديده، نيجي بقى لجيل الالفينات والتجمع. بص شكل العلبه هنا حلوه قوي، يعني متعوب عليها، وبرده اللي هي بص حاطط كده 1930 2020، فانا حابه تصميم العلبه قوي، ومكتوب من قلب القاهره شاورما وحواوشي، فظريف التصميم. نفتح بقى. انا حاسه ان مفيش نعناع، انا حاسه بحاجه. ناكل. حلوه قوي، بيرفكشن، يعني سوبر زي ما بيقولوا كده، ده مظبوط. يتميز بقى في ايه؟ مفيش نعناع مفيش نعناع، وده عاجبني. انا بحب الحاجه تبقى مسكره اكتر منها تبقى مززه كده وبتعمل بص طحينه
لحمه مستويه جميل، طماطم، في فلفل بسيط، شويه خضره، مش مديه طعم جامد ضايقني وانا باكل، فمدي الطعم الحلو ده بتاع الشاورما بتاع زمان بقى. شكلي جعان قوي، حبيته. خد جامد. بحب الطحينه مع الشاورما. حلوه جدا. غير كده بقى بصراحه، غير ان الطعم هنا مظبوط برضو، حلو برضو كده وكل حاجه، بس كان النعناع مضايقني شويه. تجمع فيها ركنات عارفين نقف، انا عارفه اقعد عادي. وكمان في حاجه، المود هنا ممكن توريهم، المود هنا حلو كده لذيذ، وانا قاعده اوت دور، وفي نفس الوقت عندي هنا دفايه. يعني بص انا بتحمص دفايه حلوه قوي، مخلاني قاعده مبسوطه مش سقعانه وبستمتع، وفي ركنه، والمكان هنا جميل قوي اسمه بلاتز، فالمود هنا لذيذ عجبني اكتر. لا يعني انا بحب برضو نوستالجيا بتاعت مصر الجديده، بس انا هنا مرتاحه، مفيش الضغطه بقى بتاعت العربيات والركنه. قولوا لي حد فيكم جرب الحواوشي هنا؟ عشان انا جربت الشاورما قبل كده، بس الحواوشي لا. واحده ثانيه واحده يا جماعه، في اللية اللي كانوا بيحطوها زمان، حته اللية اللي بتعمل طعم حلو مع اللحمه، يا في كل السندوتشات. هي طلعت لي، تطلع في الاخر كده، في اخر الساندوتش عملت في بقي كده جوسز مع اللحمه، طماطم، ميكس شاورما مصري اصلي جامده جدا مع المود ده. بعدها بقى نحبس بكابتشينو شاي بلاش كابتشينو، شاي نستمتع بقى. كل سنه وانتم طيبين.